لو معاك فلوس ومحتار تعمل فيهم ايه، عاوز تستثمرهم وتزودهم وفي نفس الوقت خايف تخسرهم ومتردد في اختيارك للاستثمار المناسب ليك. الذهب بيغلى، الشهادات بفايدة عالية، العقارات أسعارها نار، والبورصة فيها فرص كبيرة. في الفيديو ده هساعدك تختار الاستثمار الأنسب ليك مع الأمثلة عشان توصل لأكبر عائد ممكن بأقل مخاطرة. الفيديو هيكون طويل شوية، بس من الآخر كده مش هتطلع من الفيديو ده إلا وانت محدد هتعمل ايه بالظبط. دلوقتي لو افترضنا انك قدرت توفر مبلغ 100,000 جنيه، سواء كان جايلك مرة واحدة كمكافأة أو ورث، أو وفرته من مرتبك لو كنت موظف، أو من دخلك أيا كان، هل تحطه في شهادة بنكية أو تستثمره في البورصة؟ هل تشتري بالمبلغ كله ذهب وتخليه على جنب؟ وهنا حابب أقولك ما ينفعش تستثمر فلوس انت محتاجها على المستوى القريب. يعني ما ينفعش تكون فلوس مصاريف مدرسة أو جامعة مثلا، أو فلوس هتشتري بيها حاجة قريب وتدخلها كاستثمار، لأن زي ما في تكلفة للدخول في الاستثمار في تكلفة للخروج، وفي عامل تاني بيتحكم فيه وهو عامل النفسية. لو بتستثمر بفلوس انت محتاجها، ده هيأثر عليك في قراراتك، وممكن خوفك على الفلوس اللي معاك دي يخليك تاخد قرارات غلط حتى لو انت ماشي صح. بس باختصار هنقول ان انت في مرحلة ان معاك مبلغ وقدامك الاختيارات دي: الشهادات البنكية، والذهب، والعقارات، ومشروع خاص، والاستثمار في البورصة. فإحنا هنقارن هنا في جدول بين الخمس اختيارات دي بناء على البداية أو سهولة الدخول والخروج من البيزنس، التكلفة البدائية أو الحد الأدنى للمبلغ المستثمر، نسبة أو درجة المخاطرة، السيولة، القابلية للتقسيم أو التجزئة سواء كان زيادة أو نقص، العائد على الاستثمار المتوقع بناء على اللي حصل السنة اللي فاتت، وأخيرا الميل الشخصي أو مدى الملائمة الشخصية. أولا الشهادات البنكية. ببساطة الشهادة البنكية هي وديعة بتعملها في البنك لمدة معينة، سواء سنة أو 3 سنين أو 5 سنين، وفي مقابل ده البنك بيديك عائد ثابت، والعائد حسب نوع الشهادة. يعني في شهادات بتدي عائد شهري، وفي ربع سنوي، وفي سنوي. يعني لو هتصرف العائد كل سنة هيكون العائد حاليا حوالي 27%، ولو كل 3 شهور نسبة العائد هتكون 23% تقريبا. الحد الأدنى للشراء بيختلف من بنك لبنك ومن شهادة لشهادة، بس في المجمل بيبدأ في الغالب من 1000 جنيه ومضاعفتها، وكل ما زادت مدة الشهادة كل ما زاد الحد الأدنى لشرائها. هنيجي على الجدول اللي هنقارن بيه اختياراتنا. الدخول بيكون سهل، انك تروح البنك وتطلب من الموظف انك تشتري الشهادة اللي تناسبك. الخروج بيكون اصعب شوية، لان بعض البنوك بتشترط ان لازم يكون عدى مدة معينة عشان تقدر تكسر الشهادة. التكلفة البدائية اتفقنا انك ممكن تبدأ برقم صغير، مفيش مشكلة في النقطة دي. نسبة المخاطرة في البنوك قليلة جدا وتكاد تكون منعدمة. بالنسبة للسيولة، لو كسرت الشهادة بتخسر جزء من العائد، بيختلف من بنك لبنك. فهنا السيولة مش عالية، بمعنى انك ما تقدرش في اي وقت تاخد فلوسك كلها الا في حالات معينة. القابلية للتجزئة برضو هنا صعبة شوية، إلا لو اخترت أكتر من شهادة، كل شهادة لوحدها. يعني لو افترضنا إن معاك 100,000 جنيه، محتاج تشتري 10 شهادات مثلا، كل شهادة ب10,000 جنيه، عشان لو حبيت تكسر نص أو ربع أو جزء من استثمارك في الشهادات البنكية. نيجي لنقطة محورية هنا: العائد على الاستثمار في البنوك. عادة النسبة بتكون قليلة، وده بسبب درجة المخاطرة المنخفضة، والتوجه حاليا من البنك المركزي المصري ماشي في اتجاه تخفيض الفايدة أكتر. فإحنا هنا هنحسب على المتوسط بالنسبة 27% لو عائد آخر السنة، وبين 23% لو العائد كان شهري في المتوسط بين البنوك الموجودة، يعني هيكون 25% سنوي. واخيرا الملائمه او الميل الشخصي، عن نفسي منصحش بيه ومش هختاره لاسباب كتير جدا، اهمها واولها طبعا شبهة الربا. من الاخر كده لو عايز نصيحتي، ابعد عن الشهادات، وابعد عن السندات، وابعد عن الودائع. ندخل على الاختيار التاني: الذهب. هو ليه نحط فلوسنا في الذهب؟ لان الذهب من الاف السنين هو مخزن للقيمة اللي الافراد بتلجأ له للحفاظ على مدخراتهم في حالات واوضاع صعبة زي التضخم والحروب والتوترات السياسية. طب ازاي استثمر في الذهب؟ في كذا طريقة، ودي اهمهم هقولهم لك كده في السريع. شراء سبائك الذهب، دي انضف وابسط طريقة.
بتشتري سبيكة بوزن معين 10 جرام 50 جرام أو حتى كيلو لو عايز. بتدفع سعر الذهب ومصنعية بسيطة أقل من مصنعية المشغولات. وممكن تشتري الذهب كجنيهات ذهب، وزن الجنيه عادة بيكون 8 جرام. مميزات السبائك إنها سهلة التخزين، بس عيبها إنها بتبقى محتاج مكان آمن أو خزنة تحطها فيها. وممكن تشتري الذهب على هيئة مشغولات ذهبية. هنا بتشتري ذهب للزينة زي الدبل والسلاسل. هو بيكون مش أحسن اختيار للاستثمار لأن المصنعية هنا بتكون عالية، ولو حبيت تبيع بتخسر جزء من القيمة دي. وفي شهادات وصناديق للاستثمار في الذهب. بعض البنوك المصرية بدأت تطرح شهادات استثمار مرتبطة بالذهب زي بنك مصر والبنك الأهلي. من مميزاتها إنها بتتلافى العيوب اللي قلنا عليها قبل كده، إنها مش محتاجة للتخزين. بس من عيوبها إنك مش بتحس إن عندك ذهب ملموس، وكمان بيكون في رسوم للإدارة. وأخيرا الاستثمار في الذهب أونلاين. في منصات تداول بتسمح لك تشتري وتبيع ذهب أونلاين. ده بيكون مناسب للناس اللي بتحب التداول السريع، بس طبعا بيكون نسبة الخطورة فيه عالية جدا وبيحتاج متابعة مستمرة. بس بنصحك اوعى تعمل كده. دايما اشتري من مكان موثوق، محلات معروفة أو البنوك، واحتفظ بالفواتير وشهادات النقاء، وتابع أسعار الذهب بشكل دوري. نيجي للمقارنة بتاعتنا. سهولة الدخول والخروج. الذهب بيمتاز بسهولة في الشراء والبيع. التكلفة البدائية أو الحد الأدنى في سبائك صغيرة ممكن 10 جرام أو 5 جرام. سعر الذهب عيار 24 حاليا عامل 4000 جنيه 900، يعني بنتكلم في 25,000 كحد أدنى. درجة المخاطرة منخفضة. الذهب زي ما قلنا مخزن للقيمة، بس أحيانا بيحصل تذبذب في أسعاره على المدى القصير وسعره بينزل، بس على المدى الطويل اتجاهه صاعد. وطبعا بيمتاز بسيولة عالية، تقدر تبيعه في أي وقت. ممكن تقسمه لو شاري منه سبائك أو مشغولات أحجام مختلفة، فممكن تبيع جزء منه للحاجة أو لو في فرصة استثمارية أفضل، وممكن تزود عليه لو توفرت فلوس. العائد المتوقع. هنا الذهب طبيعته مختلفة شوية، فاحنا هنحسب بناء على السنة اللي فاتت مع الأخذ في الاعتبار توقعات المحللين. الذهب من سنة شهر مارس 2024 كان سعره، والمحللين بيتوقعوا زيادة في سعره الفترة اللي جاية، يعني ممكن يزيد ل 6000 أو 6500، يعني حوالي 32%. يعني في المتوسط. الملائمة الشخصية أو الميل الشخصي. هو ملائم طبعا لأغلب الأفراد، مع المشكلة بتاعة الحفظ. لازم تكون عينه في مكان آمن لفترة طويلة. بالنسبة للميل الشخصي هو كويس جدا بس كحافظ للقيمة، فممكن تحتفظ بجزء من الفلوس فيه للحفظ طويل الأجل. ندخل للاختيار الثالث. العقارات. ليه ناس كتير بتحب الاستثمار في العقارات؟ لأنه أصل ثابت. الأرض والعقار عمرهم ما بيروحوا، ومع الوقت العقار سعره بيزيد، يعني استثمار طويل المدى آمن نسبيا. وكمان بيحميك من التضخم لأن العقار قيمته بتمشي مع ارتفاع الأسعار. بيحقق دخل ثابت أو عوائد من الإيجارات، يعني زي ما بيقال كده العقار هو الابن البار. طيب ازاي تستثمر في العقارات؟ في كذا طريقة وهنشرحهم برضو ببساطة كده. انك تشتري شقة او محل وتأجره، دي ابسط طريقة. بتشتريه في مكان حيوي او في منطقة جديدة بتتطور، وبعدها بتأجره وتاخد ايجار شهري، فبتستفيد هنا بالعائد الشهري الثابت، وبتستفيد من زيادة قيمة العقار مع الوقت. لكن خلي بالك كويس من اختيار المكان، وان الايجار ممكن يتأخر وممكن تحتاج تدور على مستأجر جديد، زائد ان في مصاريف صيانة دايما. وطبعا ممكن تشتري وحدات تحت الإنشاء بسعر أقل وتبيعها بعد ما تخلص بسعر أعلى. المكسب هنا ممكن يكون كبير لو اخترت المشروع الصح. من عيوبه إن المشروع بس ممكن يتأخر أو المطور العقاري ما يكونش ملتزم بمواعيده، فعشان كده لازم تتأكد الأول من سمعة الشركة. بس أهم نصيحة لأي حد: الموقع أهم حاجة في العقار. لازم تدرس السوق كويس والمنطقة اللي بتشتري فيها، ولازم تعرف كل التكاليف بكل التفاصيل. يعني سعر الشقة أو الأرض مش هو كل حاجة، في تسجيل، تشطيب، صيانة، ضرايب. لو بتأجر حاول تختار المستأجر بعناية، ولازم تعمل عقد قانوني واضح. وتخلي بالك إن السوق ساعات ممكن يهدى، العقارات مش دايما بتعلى بسرعة. وطبعا تخلي بالك من المشاكل القانونية زي صحة التراخيص أو مشاكل التسجيل، يعني دايما خلي معاك محامي شاطر. نرجع للمقارنة بتاعتنا. طبعا واضح إنك مش سهل تدخل وتخرج في شراء وبيع العقارات، الموضوع بيحتاج وقت كبير. التكلفة البدائية بتكون عالية غالبا. أقل عقار أو محل تأجره دلوقتي برقم أكبر بكتير من 100,000 اللي كنا بنتكلم عنهم، حتى لو كانت الوحدة مساحتها صغيرة أو غير كاملة التشطيب. يعني كبداية كده ممكن نتكلم كحد أدنى من 1 ل2 مليون. نسبة أو درجة المخاطرة قليلة زي ما اتفقنا. العقار بيحافظ على قيمته على المدى البعيد، على الرغم من التخوف اللي موجود حاليا عن الفقاعة العقارية في مصر. السيولة. صعب جدا انك تبيع العقار في وقت سريع، لازم تنزل من تمنه كتير وممكن تخسر رقم مش قليل.
بالنسبة للقابلية للتجزئة، طبعا غير ممكن انك تبيع نص العقار او الوحدة او تزود عليها لو توفرت فلوس اضافية. وفي بعض الشركات هنا ابتدت فكرة تقسيم وتجزئة الوحدات لأجزاء صغيرة، ولكن لا يزال الموضوع في بدايته وبيحكمه عوامل كتير تخلينا مش حاطينه كاختيار أولي لينا. العائد على الاستثمار المتوقع بناء على أسعار السنة اللي فاتت كان من 10 ل 15% من سعر العقار. ممكن نزود عليهم عائد التأجير بيكون حوالي من 6 ل 8%، وبعد خصم تكاليف الصيانة الدورية والضريبة وغيره بنقول في المتوسط العائد حوالي 20%. بالنسبة لمدى الملائمة، العقار ما ينفعش لكل الناس، لازم شروط معينة، يعني مثلا السن بيفرق والنوع برضه ودرجة تحمل تقلبات أو ركود البيع. التفضيل الشخصي بصراحة لا أفضل النوع ده من الاستثمار في الوقت الحالي أو المرحلة الحالية. ندخل على الاختيار الرابع، مشروع خاص. طبعا كل مشروع بيكون ليه تفاصيل مختلفة، ما ينفعش نعمم على كل المشاريع إلا في الثوابت والحاجات الأساسية بس. بصفة عامة كده، ليه تبدأ مشروع خاص؟ أولا الحرية، أنت بتكون أنت المدير أو أنت صاحب الشغل مش موظف، بتحدد وقتك وأسلوب شغلك، وممكن المشروع الخاص ده يكون مصدر دخل إضافي أو حتى مصدر دخل أساسي، وعندك فرصة كبيرة في تحقيق نمو سريع، أو ممكن تبني اسم أو براند قوي في السوق. إزاي تبدأ مشروع خاص ناجح بيك؟ لازم كذا حاجة. أولا لازم الفكرة أو المنتج تكون بتحل مشكلة حقيقية أو بتلبي احتياج عند الناس، وتدرس المنافسين كويس، أسعارهم، جودة منتجاتهم، طريقة التسويق بتاعتهم. وآخر حاجة إنك لازم تكون عامل خطة عمل، يعني عارف رأس المال اللي معاك قد إيه، حاسب التكاليف الشهرية من إيجار وموظفين وخامات، تكون عارف إمتى تبدأ تحقق أرباح أو نقطة التعادل سواء كانت وقت أو رقم مبيعات، وتكون عامل خطة تسويق لجذب العملاء، إزاي هتسوق وإزاي هتبيع وهتبيع لمين ومين العملاء المستهدفين بتوعك. الخلاصة كده، المشاريع الخاصة بتكون فرصة كويسة جدا إنك تحقق بيها دخل محترم أو استقرار مالي، بس محتاج منك تخطيط وصبر وإصرار وشروط تانية، زي إنك تبدأ في الحاجة اللي بتفهم فيها أو الصناعة اللي عارف تفاصيلها. ولازم تكون عارف برضو كل مشروع رأس ماله كام وهيحتاج كام في المرحلة الأولى، فلو بدأت صح العائد ممكن يكون أعلى بكتير من أي استثمار تقليدي. نرجع للمقارنة بتاعتنا. بناء على البداية أو سهولة الدخول والخروج من البيزنس، صعب جدا في الدخول والخروج منه. بالنسبة للتكلفة البدائية، أعتقد الرقم اللي بنتكلم فيه هنحتاج نبدأ بأكتر من ضعفه، يعني بنتكلم في 200 ألف في المتوسط. نسبة أو درجة المخاطرة على حسب نوع المشروع ومدى دراية القائم بيه هنخليها متوسطة. بالنسبة للسيولة برضو متوسطة، لأنك ممكن تشتري آجل وتوفر سيولة لو مشروعك تجاري، وممكن تبيع وتاخد جزء من الفلوس لو مشروعك صناعي أو خدمي، وممكن تحرق جزء من البضاعة وتوفر سيولة محتاجها لحاجة تانية، فهنخليها متوسط السيولة. بالنسبة للقابلية للتقسيم أو للتجزئة، هو طبعا قابل للتقسيم بس في الزيادة مش في النقصان، يعني ممكن تضخ فلوس زيادة وتزود بضاعة مثلا أو تزود تسويق، إنما صعب جدا تبيع نص الشركة أو المحل أو السيارة. بالنسبة للعائد على الاستثمار المتوقع بتختلف طبعا باختلاف المشاريع، بس من 20 ل 40%، يعني في المتوسط حوالي 30%. الميل الشخصي أو مدى الملائمة الشخصية، طبعا ده أساسي يكون ملائم جدا للشخص نفسه، فأكيد مش أي حد يقدر يعمل مشروع خاص، بل القاعدة هنا إن مفيش حد ينفع يعمل مشروع والاستثناء هو اللي ينفع. الميل الشخصي مش بحب النوع ده من الاستثمار عشان بيستهلك وقت ومجهود كبير جدا بجانب الفلوس طبعا. ندخل على الاختيار اللي بعده، البورصة. بتسمع عن ناس كتير بتكسب كويس من البورصة وناس تانية بتقول خسرانة، وعايز تعرف الحقيقة ما بينهم. أول حاجة، يعني إيه بورصة؟ البورصة ببساطة هي سوق لبيع وشراء الأسهم والسندات. أنت لما بتشتري سهم شركة بتكون شريك في الشركة دي، يعني لو الشركة دي كسبت أنت كمان بتكسب معاها. السؤال، إزاي ممكن تكسب من البورصة؟ بتكسب من حاجتين. أولا فرق الأسعار، إنك تشتري سهم بسعر قليل وتبيعه بسعر أعلى، الفرق ده بيكون مكسبك. تاني حاجة هي الأرباح النقدية، بعض الشركات بتوزع جزء من أرباحها للمساهمين كل فترة، وانت كمستثمر بتاخد جزء منها بنسبة عدد أسهمك في الشركة. طيب خطوات تبدأ بيها الاستثمار في البورصة. أول حاجة إنك بتحتاج تفتح حساب تداول، بتروح لشركة سمسرة معتمدة وتفتح عندهم حساب استثمار زي فتح الحساب البنكي كده بالبطاقة بتاعتك، وفي شركات تانية بتتيح الموضوع ده بأسهل من كده زي ثاندر كده بالتوقيع الإلكتروني. تاني حاجة لازم تحدد هدفك، هل عايز تستثمر على المدى الطويل ولا بتدور على مكسب سريع؟ ويفضل طبعا ان الاستثمار الطويل المدى لانه بيكون آمن اكتر وسهل جدا ومناسب ليك لو مبتدئ. تالت خطوة انك تختار الاسهم، طبعا بتبدأ بشركات قوية ومعروفة بتحقق ارباح وتوزع ارباح دورية عشان تضمن لنفسك عائد دوري، وطبعا ممكن تبدأ هنا بمبلغ صغير
فكرة انك لازم تبقى غني عشان تدخل البورصة دي مش حقيقية تماما. وطبعا تتابع الاخبار والتقارير المالية للشركات، وما تاخدش قرارات بناء على اي اشاعات او توصيات عشوائية، وتعلم دايما. وانا عملت اكتر من فيديو في القناة تقدر تشوفهم بحيث انك تدرس الشركة كويس وتحللها ماليا وفنيا، وشرحت استراتيجية كويسة هتفيدك جدا، هتقلل المخاطرة جدا وتزود العائد لأقصى درجة ممكنة. نيجي للعيوب. من العيوب ان العائد مش ثابت، لان دي شركات قايمة بالفعل وشغالة وبتتأثر زي اي نشاط بتقلبات السوق، وطبعا مخاطرة عالية جدا في حالة انك اخترت التداول او المضاربة. وقلنا الحل في الفيديو ده ازاي ابعد عن المضاربة واحقق نسبة عائد كبير. نيجي للمقارنة بتاعتنا. بناء على البداية أو سهولة الدخول والخروج، هو سهل جدا في البداية وممكن جدا وانت في مكانك من خلال تحميل التطبيق على الموبايل. والخروج سهل جدا، ممكن تبيع أسهمك كلها دلوقتي وتسحب فلوسك تاني يوم. تكلفة البداية أو الحد الأدنى للاستثمار، تقدر تبدأ بأي رقم حرفيا، حتى لو 100 جنيه. نسبة أو درجة المخاطرة، مخاطرة عالية لو هتضارب، إنما لو هتستثمر زي ما بنصح دايما المخاطرة هتكون بسيطة. بالنسبة للسيولة، سيولة عالية جدا زي ما قلنا. القابلية للتقسيم أو التجزئة، قابلية عالية جدا. في قطاعات كتير وشركات كتير، والأسهم نفسهم ممكن تشتري بالسهم الواحد، وبرضه ممكن تبيع بعدد الأسهم اللي انت عايزه. يعني تقدر تبيع نص المحفظة وربعها و1% منها، وطبعا ممكن تزود إلى ما لا نهاية. العائد على الاستثمار المتوقع بناء على النتيجة التاريخية، أقدر أقولك من 50 ل 100%. العائد عالي جدا، وهوريك جزء دلوقتي من أعلى الأسهم ارتفاعا في السنة اللي فاتت. زي ما انت شايف في شركات عملت 200 و 300% مكسب، يعني ال100,000 زاد عليهم 200 و 300. وهنا يبان لك قوة الاستثمار في البورصة كعائد. طيب أنا هروح أشتري أي سهم ويزيد 200 و 300%؟ طبعا لأ، واوعى تعمل كده. الموضوع فيه ابعاد كتير وليه معطيات ومتغيرات كتير، ومش بالسهوله طبعا اللي بقولك عليها دي. بس الموضوع محتاج تعليم وشويه صبر، ومحتاج دراسه، وتعرف انت بتحط فلوسك في ايه بالظبط. ومش اي حد يقدر يعمل الارقام دي، بس هقولك ازاي ممكن توصل لارقام وعائد كويس جدا ومرضي جدا ليك. انا بوريك الارقام دي لغرض المعرفه ان في دايما امكانيه انك تزود الفلوس اللي معاك دي لارقام ونسب حلوه جدا. الموضوع ده ممكن وممكن جدا كمان وبيحصل. الميل الشخصي أو مدى الملائمة الشخصية. البورصة مناسبة لكل الناس لأنها مش محتاجة تفرغ كامل. لو أنت شاب أو كبير في السن، موظف بدوام كامل أو طالب، مناسب ليك. وطبعا التفضيل الشخصي، البورصة أنسب حاجة لأنها متنوعة وأعلى عائد فيها. وفيها أهم ميزة غير العائد، عدم الحاجة إلى التفرغ والمتابعة من أي مكان. لو وصلت هنا ولسه بتسأل إيه الأحسن، هقولك إيه رأيك نعمل كوكتيل من كل المميزات اللي موجودة هنا. هنقسم المحفظة بتاعتنا على أنسب اختيارين، اللي هما 30% ذهب، 20% سيولة كاش في إيدك للطوارئ أو لاقتناص الفرص لو الذهب نزل أو لو لقيت سهم فيه فرصة كويسة للشراء، و50% أسهم في البورصة المصرية في شركات توزيعات الأرباح اللي اتكلمنا عليها في الفيديو ده. وفي النهاية لو وصلت لحد هنا، حابب أشكرك على صبرك وأبشرك إن ليك مستقبل كويس جدا في استثمارك. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، وقولي في الكومنتات لو معاك 100,000 جنيه هتستثمرهم في ايه؟